السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. قبل ما نتكلم في حاجة بس أنا عايز أوضح حاجة. السلبيات اللي احنا بنتكلم فيها والمشاكل الموجودة في المجتمع دي حاجات حقيقية وموجودة على أرض الواقع، وإحنا بنعرضها على أساس نلاقي حلول ليها. يعني نلاقي يعني الطريقة المناسبة إن احنا نقدر نعالجها، سواء مشكلة حصلت معايا مع غيري وازاي واجهها وازاي اعالجها والى اخره، فبنعرضها. فده موضوع توعوي مش اكتر يعني، وان احنا ان شاء الله نقضي على موضوع السلبيات دي كلها. ان في ناس كده لطيفة من المدينة الفاضلة تيجي تقول لك ايه، لا انت بتكره البلد، انت بس عايز توري الناس. اوري ايه؟ ما كل حاجة موجودة للناس على السوشيال ميديا. انت نفسك بتواجه نفس المشاكل ونفس السلبيات دي اللي احنا بنحكي عنها، بس يعني عايزين نعترض وخلاص يعني. المهم، النهاردة عايزين نحكي عن الشارع المصري. الشارع المصري ده شارع ملوش كتالوج نهائي. يعني الشعب ده محتاج فعلا تفهمه بطريقة تانية خالص مختلفة. بتلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد كسر على التاني بالعربية في الشارع وبيتخانقوا مع بعض ومقطعين بعض، ونفس الاتنين دول بعد 5 دقايق بالظبط كده تلاقيهم بيزقوا عربية واحد تالت كده بيساعدوه. تركيبة فلة. الشارع الأخلاق فيه بقت فعلا تعبانة، الأخلاق باظت. طيب أنا واحد من الناس، يعني إيه اللي خلى الأخلاق تبوظ؟ مادام إحنا جوانا شيء كويس، يعني الناس بيتخانقوا بعديهم بالظبط، بعديها ب5 دقايق اتصالحوا وبيزقوا عربية الراجل. اللي خلى الأخلاق تخرب في الشارع المصري أنا بالنسبة لي كلمة اشمعنى امشي لصفيحة الزبالة اروح ارمي الزبالة مع ان غيري بيفتح الشباك بيرميها؟ اشمعنى انا اللي اقف في الاشارة بتاعت المرور مع ان غيري بيعدي وبيكسرها؟ اشمعنى التزم بالحارة المرورية بين الخطين مع ان غيري عمال ياخد غرز في الشارع؟ اشمعنى؟ كلمة اشمعنى دي بوظت اخلاقنا، اخلاق الشارع كله. هي اللي خلت كل بيغلط. تمام؟ عمرك سألت نفسك انت ليه بقينا بنخاف نبتسم في وش بعض؟ ليه الزحمة بقت خناقة؟ ليه الطابور بقى معركة انك تقف في طابور؟ ده ايه ده انت داخل معركة. ليه الكلمة الحلوة بقت تقيلة على لساننا؟ ليه بقينا نخاف من بعض اكتر ما بنخاف على بعض؟ يعني ليه السلام بقى تقيل؟ انت ما سألتش نفسك الحاجة؟ انت لو دخلت مصلحة والله وقلت سلام عليكم او كده ما حدش بيرد عليك. ده قاعدين كده تلاقي الكل قاعد متحفز مستني للتاني غلطة. انت مستني للموظف، الموظف مستني انك انت تهب فيه عشان يتخانق معاك، وهكذا. ليه بقينا كده؟ طيب. طبعا الكل هيقول الضغوط بقت عالية جدا، الضغوط كتير، الاسعار بتزيد، الزحمة بتاكل في اعصابنا. طبعا كل الكلام ده تمام، بس الحقيقة مش كده. الحقيقة احنا دايما بنطلع ضغطنا ومشاكلنا في الشخص الغلط. دايما بنطلع الكبت اللي جوانا في الشخص الغلط، بنستسهل العصبية في كل حاجة، وبنستخسر الذوق، مع ان الذوق ده الحاجة الوحيدة اللي هي ببلاش من غير فلوس وبتريحنا كلنا. يعني ده انت بتمشي في الشارع، واحد بيضرب لك كلاكس بيسلم عليك بيقول لك هاي، ونفس الواحد ده بالكلاكس بيشتم واحد شتايم صعبة شوية ودوشة ويفتح لك إشارة ويدوس. ليه؟ بص، احنا كلمة اشمعنى اللي قلنا عليها دي المشكلة الأساسية، دي رقم واحد. فاحنا ازاي احنا هنعالج المشاكل دي بتاعتنا؟ في 4 5 حاجات. أول حاجة، قبل ما ترد رد هجومي كده مع واحد كسر عليك بالعربية، أول حاجة عد من 1 ل5. طب أنا لو شتمته
ولا عملت عليه رد معين ولا كسرت عليه تاني ولا الخناقة دي هتعدل اليوم بتاعي النهاردة؟ هتصلحه؟ هتظبطه؟ دي أول حاجة تسألها لنفسك، هتبوظه أكتر. طيب يبقى عندك 5 ثواني بس تفكر فيها. طيب تاني حاجة، أنا لو ده رحت للمصلحة ولقيت الراجل قاعد كده متحفز كده ومكشر في المصلحة الحكومية ولا أي مكان، خلينا نفترض حسن النية، نفترض إن ابنه تعبان، دي رقم 1. طيب لو أنا ركبت مع سواق والسواق ماشي بسرعة وعمال يشتم ويعمل وكده، برضو هنفترض حسن النية، إن ده عنده ظرف معين، عنده مصيبة يا عيني مش قادر يخلصها ولا آخر. يبقى لو افترضنا إن الناس تعبانة مش وحشة، قلوبنا شوية هتلين على بعض. ولو افترضنا حسن النية هنهدى. تمام؟ طيب تالت حاجة، عايزين في الشارع ده نرجع كلمة، يعني كلام سحري شوية، الكلمة السحرية اللي هي ايه؟ صباح الخير، بعد اذنك، كتر خيرك، معلش، حضرتك. دي كلمات سحرية، دي كلمات بتغير، كلمات بتخلي الزيت كده بتاع التروس، تروس المجتمع كده يمشي من غير ما يحصل احتكاك. احنا اتفقنا ان كلمة اشمعنى دي مهمة، اتكلمنا عنها في الاول. مهم. رقم 4، جبر الخواطر في الزحمة. لو شفت حد محتاج يعدي، اقف عديه، اجبر بخاطره وابتسم له كده وهو معدي. ولو حد غلط واعتذر، اقبل، ما تعلاش معاه. ده انت بتلاقي الخناقة الاتنين بيعلوا على بعض، اعتذر لك برضه لا عايز يضربه. المهم اقبل اعتذاره، خليك انت الطرف الاهدى. المؤمن هين لين سهل، وده مش ضعف، ده قمة الرقي والقوة. خلصنا؟ هنيجي بقى على موضوع ايه؟ ان احنا اشمعنا. الناس بقى هتشوف اشمعنا ده بيكبر خاطر ده، طب ما انا كمان هكبر خاطر. اشمعنا ده بيقف للناس وبتعدي، والله كتير قوي بقى انا بقف تلاقي بيقلدون، اشمعنا ده كمان بيقف وبيعدي. الناس هتشتغل على كلمة اشمعنا بس في الخير، مش في الحاجات اللطيفة اللي احنا بنشوفها. وشوية شوية هتلاقي الشارع ده اللي ملوش كتالوج أصبح ليه كتالوج، واحنا بنتعاون كلنا. دي سلبية من السلبيات جبارة طبعا، ان الشارع تشوف ناس فيها أكتر ما بتشوف أهلك. الشارع ده بتسمع فيه دوشة وكلاكسات وشتايم وبلاوي متلتلة، ده حاجة كده تدرس. وخصوصا الشارع المصري، طبعا في شعوب تانية احنا تعبانة اكتر مننا في كتير حاجات تانية، ده احنا ملاك بالنسبة لهم، لكن احنا عايزين نبدأ بينا احنا. دي سلبية، فاحنا عايزين نعالجها. السلبية دي نعالجها بجبر خواطر الناس في الزحمة، بالكلمة السحرية اللي احنا قلنا عليها، حضرتك وبعد اذنك وكتر خيرك. هنفترض حسن النية في الموظف اللي مكشر في وشنا، اللي متهجم علينا، السواق اللي بيشتم او اللي قاعد معصب جوه العربية. 5 ثواني اللي هنفكر فيها قبل ما اتخانق او قبل ما اشتم حد كسر عليا، بس كده اقول ايه؟ الخناقة دي هتنفع يومي ولا هتصلحه ولا لا هتبوظ يومي؟ بس هرجع بقى لكلمة اشمعنى، هنقول بقى اشمعنى ده بقى كويس، اشمعنى ده بيوقف للناس، اشمعنى. بس فدي سلبية، وإن شاء الله لو إحنا مشينا عليها كده ربنا ييسرها إن شاء الله وتتعالج فينا. ومش بنكره البلد أبدا، لا إحنا بنطلع الحاجات الغلط وبنوجه للناس بيها إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، ونشوفكم على فيديو جديد.